السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بفيديو جديد. اليوم نرجع لكم، بس خلونا ننزل بوست على التيك لايف عن سينيانتك سوسايتي. طبعا راح ننزل صورة مزحة ونكمل الفيديو. هو عبارة عن صورة شوي مش هيك. بعد ما نزلنا الصورة يا ويلي على التعليقات، راح تفرطوا ضحك خير الله. أول شي بحس هدول مجموعتين بس للجلقة، بس جلقة. بدك تعرف شو جلقة اليوم؟ فوت عليا وشوف شو هي الجلقة. اللي ما بعرف شو معناتها الجلقة، والجلقة هي معناتها انه مثل الدبانة ضلها تلحق وما بتروح على غير لتموت. هدول مجموعتين للجلقة. شو في جلقة اليوم بنزلوها، والله يعينك إذا أنت كنت من بيناتها، رحت بين إيدين مسحت الأرض، رحت هي ما لا نصيحة لا تجربوا. طبعا بتقول شو انه نشوف الفوت اليوم على الجلقة وهاي ما بعرف شو. بتفوت لليوم لتشوف شو الجلقة، بتفوت تشوف هاي الصورة أزهرني وجلقة أزهرني وخد لك عاد. آخر شي شو بتقول؟ لا ما عاد أفوت خلاص طالع. أكيد ما طالع. بعدين بترجع بتفوت على الجروب تاني يوم تقول شو؟ إنه خلصت جلقة أزهرني، على أساس إنه ما في شي اليوم، خلاص ما عاد في شي نفوت. وأنا بتفوت لا حول ولا قوة إلا بالله. جلقة الهكر لك قد ايه القصة مهمة، والدنيا وحالة ومرعوب بالدنيا بالهكر. قصة هذا الهكر والفيروس يا الله، وانا كرايم يمكن وانا كرايم. شوفوا الصورة خلصت اكيد خلصت جلقة ازهرني ولا ما طلعت. يلا انا والفيس ما هون الاحلى لك، ما وقفنا عن هون. خد لك عاد على هالصور الاتاري، وصل الوانا كراي للاتاري وللغسالة، لا بقلب لعبة الجي تي اي. إنها الجلقة الشغلة الثانية إنه بس لا تنزل بوست، أوكي بدنا ننزل بوست، بتلاقي له صور، نزل بوست بتكتب مشكلتك وكل إشي، بضل في سطر. هذا السطر هيك آخر سطر، خلونا هلا بنحكي كمان شوي بنحكي عنه. هذا السطر تكتب مشكلتك وكل إشي، ويا عيني عليك، على أساس شو؟ إنك تلاقي حل لمشكلتك. فأنت شو بتسوي مشان يحلى البوست شوي؟ بتنزل صورة شوي كوميدية بعيدا عن اللي أنت كاتبه. تحط الصورة تخليها هيك شوي كوميدية مضحكة، وخد لك عاد. إذا عاد بتشوف تعليق ليحل مشكلتك، خد شو ما بدك. كل التعليقات هي مسخرة ضحك على الصورة بس، وكلها تاجات على الصورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو عم الجلقة؟ السطر اللي قلنا هلا بنشرحه شوي تانية، هو هذا السطر ما بعرف كيف انخلق كيف هيك صنعوه هيك نزل من لا شيء صار شيء أهم شيء اسمه. هذا الشيء دائما هيك بحطوه أو نقطة عازمينك على العشاء، أو بنقطة بدنا إياك تساعدنا، أو بنقطة نقلنا من دولك ما بنسوى، وخد لك عاد. هذا بنقطة شغلته يعني فيك تقول كل البوست بتلاقيه مثل أهمية المي للإنسان، 100% مثل أهمية المي للإنسان. نزل هذا بنقطة شو شغلته بس ينقط، ينزل على التعليق ونحط نقطة وبوست ويعلق انتر عالي. مشان شو؟ مشان يرتفع البوست وخد لك عالي. وكمان يا عيني إذا بتنزل شو اسمه استفتاء، إنه الناس تحدد الخيارات اللي أنت محددها. وإذا كنك زلمة حطه مفتوح، جماعة الشاورما راح تيجي وتنزل لك بدال استفتائك، يحطوا لك شاورما، وخاصة شاورما دبل مايونيز. يا إلهي هدول جماعة هيك الله خالقين.
عمي. بس ينزل استفتاء مفتوح شغلتين يحطوا شاورما والناس كلها بتصير تعلق لك. تحط على الشاورما بنسوا طلبك، بنسوا شو استفتاءك، بنسوا شو يمكن استفتاءك اللي انت حاطه بيروح بينخفض. كيف شلون ما بتعرف. يعني هاي كانت اهم شغلات هدول المجموعتين يعني عن جد. بنشيل المزح شوي خلينا شوي جديين، يعني مجموعتين كتير 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 حلوين وممتازين وبنشكر اللي عم بيشتغل عليهن. يعني بس تلاقي مشكلة عندك بتليفون أو بشي دغري بتنزله بتلاقي له حل، وبتلاقي كتير شغلات حلول، بتلاقي شروحات، يعني بشكل عام بتلاقي شروحات، بتلاقي حلول لمشاكلك وهيك. وبشكل خاص يعني ساكن بسوريا بينصحوا بالمحلات وبالأماكن وين موجودة هاي الشغلات اللي بدهم يشتروها يعني. بس في شغلات عن جد بتفرض ضحك يعني. شو نقول، بس عن جد مجموعتين قمة قمة بالروعة. استفيد خير الله مني. أنا هحط لكم إياهن بالدسكربشن رابطا، وراح نحط لكم الصورة اللي أنا نزلتها بأول الفيديو. هي عبارة عن نسيت الصورة. حاطط صورة تليفون مصدي وكاتب عليه إنه جاي عند زبون وبده يصلحه، قالوا بده سوفت وير. والجلقة يا الله التعليقات شو كانت كلياتها أغلبها حطه بالرز، نقعه بالرز، نقعه بالخل 10 ساعات، حطه بالرغل إذا ما في رز. موت أحمر. عن جد جلقة مستحيلة. يعني تقبلوا مسحنا، وإن شاء الله تكون عجبتكم. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بالحلقة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. إلى اللقاء بحلقة جديدة.